مش لازم عشان توصل لوزن مثالي وتنزل لون جسمك انك تبقى مهووس بالدايت وتقعد طول اليوم تحسب سعرات اكلك وتوزن كل حاجه وما تخرجش مع صحابك وما تاكلش بره البيت. الموضوع ممكن يبقى ابسط من كده بكتير لو استعملت كام طريقه صغيره هقولك عليهم في فيديو النهارده هيساعدوك تخس من غير ما تحس. السلام عليكم، انا مصطفى وائل والنهارده اقول لك ازاي تخس من غير ما تحسب سعرات او تحرم نفسك زياده عن اللازم. ازاي تخس بشكل طبيعي من غير ما توقف كل حاجه في حياتك عشان الدايت. رقم واحد، وقبل ما نبدا لازم تقتنع ان مفيش حاجه اسمها انك تخس من غير حرمان حتى لو بسيط. ممكن تخس من غير ما تخلي حياتك جحيم، ايوه، بس صعب قوي تخس وانت بتاكل كل حاجه نفسك فيها. صعب انك تخس وانت بتاكل كل يوم بيتزا لارج وعلبه ايس كريم حجم عائلي. لازم تتقبل انك هتيجي على نفسك شويه عشان توصل لهدفك ما دام الهدف ده مهم بالنسبه لك. رقم 2، حاول تخلي عندك معرفه عامه بالسعرات الحراريه للاكل اللي بتاكله. مش بقول لك تحسب كل حاجه ولا بقول لك توزن اكلك، انا بقول لك تبقى عارف مثلا ان كيس الرز ال 400 جرام فيه 1450 كالوري، او ان علبه الكرنفاليتا الكبيره فيها 900 كالوري، او ان الربع كيلو فول سوداني فيه 1350 كالوري. ده هيساعدك تاخد قرارات احسن في الاكل بتاعك وما تضيعش سعراتك على الفاضي. يعني لو قدامك قطعه باتيه بالسمنه وجنبيها طبق رز مسلوق وانت الاتنين بالنسبه لك نفس الشيء كطعم، او مش بتحب واحد منهم اكتر من التاني، معرفتك البسيطه بالسعرات هتخليك دايما تختار طبق الرز، لانك مش هتخسر حاجه، انت بتحب الاتنين زي بعض، لكنك هتكسب كتير قوي في السعرات اللي هتوفرها. رقم 3، بطل تلقيط. لو كل نص ساعه بتدخل المطبخ تاخد بلحتين او 4-5 عنبات او مثلث جبنه نستو، يبقى لازم تبقى عارف ان ده ممكن يكون السبب الاساسي انك مش بتخس. 6 تمرات في اليوم فيهم اكتر من 300 كالوري، لو شلتهم من اكلك هم وباقي الحاجات اللي بتلقطها خلال اليوم ممكن تلاقي نفسك بتخس من غير ما تغير اي حاجه تاني في يومك. راقب عدد مرات فتحك للتلاجة في اليوم وشوف كام مرة منهم كنت داخل عشان تجيب حاجة ليها قيمة فعلا، يعني داخل تجيب طبيخ مثلا هتسخنه وتاكله على الغداء، وشوف كام مرة كنت داخل بداعي الملل، داخل تلقط اي حاجة تشوفها في وشك وخلاص. رقم 4، قلل الدهون في اكلك على قد ما تقدر. الزيت والزبدة والسمنة فيهم كمية سعرات لا تتخيلها. معلقة زيت صغيرة فيها اكتر من 90 كالوري، فلو انت مش من محبي الدهون زي حالاتي، يعني مش بيفرق معاك الرز معمول بسمنة ولا لا، ما بتحسش ان في حاجة ناقصة لما تاكل من غير زبدة، خلاص بلاها يا عم دهون، دي سعرات زياده بتتخنك ومش بتديك قيمه اضافيه. لكن لو انت من محبي الدهون حاول تقلل شويه، يعني بدل ما تقلي البيض بمكعبين زبده خليهم مكعب واحد. معلش ما بفهمش في الزبده والسمنه، انا اساسا مش بستخدم دهون. بدل ما بتحط 5 معالق سمنه كبار على الرز خليهم معلقتين او 3. وعلى فكره مش هتلاحظ فرق كبير في الطعم ده لو لاحظت اي فرق. دي طريقه سهله وفعاله عشان تقلل سعراتك من غير ما تقلل كميه الاكل اللي بتاكله كل يوم. 5، خلي شعارك الفتره الجايه هو الخضار حياتي. خلي السلطه صديقك المفضل. لو بتاكل 4 وجبات في اليوم ابدا كل وجبه فيهم بطبق سلطه كبير، واختار الخضار اللي بتحبه. يعني انا مثلا بحب الخيار والطماطم والجزر، مش هعمل السلطه بتاعتي ببقدونس وبصل وكرفس، لو عملت كده مش هبقى طايق طعمها وهحس ان اكل السلطه بقى حمل عليا، مش حاجه انا عايز اعملها. فحاول تختار الخضار اللي انت بتحبه. وعلى فكره الخضار اكتر حاجه هتشبعك من غير ما تزودك سعرات، لدرجه ان اغلب لاعبي كمال الاجسام المحترفين مش بيحسبوا سعرات الخضار اصلا. كيلو خيار كامل فيه 150 سعر حراري، يعني قد معلقه فول سوداني او 4 أو 5 معالق مكرونه. بس عايزك هنا تحترس من فخ اسمه الطواجن، انك تروح مطعم وتاكل طاجن باميه او طاجن كوسه وتفتكر انك كده بتاكل خضار. لا يا حبيبي، انت مش بتاكل خضار ساده، انت بتاكل خضار عليه 2 كيلو زيوت ودهون، فخلي بالك. وعلى الشاشه قدامك دلوقتي جدول بالكميه اللي محتاج تاكلها من كل نوع من انواع الخضار عشان توصل ل 100 كالوري او 100 سعر حراري. 6، قبل ما تاكل اي حاجه اسال نفسك هل السعاده والانبساط اللي هاخدها من الوجبه دي مساويه لعدد السعرات اللي فيها؟ يعني انا واحد بحب الايس كريم جدا ومش بحب الكنافه قوي، مفيش اي سبب يخليني اكل قطعتين كنافه فيهم 900 كالوري وهم مش هيدوني نص الانبساط اللي هاخده بان انا اكل ايس كريميه واحده كيمو كونو فيها 150 كالوري. اديك مثال تاني صحي اكتر شويه، لو انت بتحب الفاكهه جدا يبقى لازم تاخد قرار ايه اللي هيديني انبساط اكتر، كيلو يوسفي كامل ولا 3 أو 4 موزات، لان الاثنين للاسف فيهم نفس السعرات. طب نسهلها شويه، كيلو فراوله كامل ولا قطعه افوكادو. وبرده قدامك دلوقتي على الشاشه جدول بالكميه اللي محتاج تاكلها من انواع الفاكهه المشهوره عشان توصل ل 100 كالوري او 100 سعر حراري. رقم 7، لو مش عايز تغير انواع اكلك ممكن تغير الكميات. انت مش محتاج تقطع كارب وتقطع سكر وتقطع فات عشان تخس، انت محتاج تاكل نفس الاكل اللي بتاكله دلوقتي بس بكميات اقل. يعني لو بتتغدى ب3 اطباق مكرونه خليهم طبقين، لو بتاكل في الوجبه 4 ترغيفه عيش خليهم 3 ترغيفه، لو بتفطر ب4 اقراص طعميه خليهم قرصين. خلي هدفك من الاكل سد
الجوع مش الشبع او الامتلاء. وعلى فكره بقى دي فرصه كويسه ان اتكلم عن الناس اللي بتبرر التخن بحجه غريبه قوي، وهي مش معايا فلوس لاكل الدايت، مع ان كل اللي هم محتاجينه انهم ياكلوا نفس الاكل اللي بياكلوه دلوقتي مع تقليل الكميه. يعني الحقيقه عكس كلامهم، دول هيوفروا فلوس مش هيصرفوا زياده. رقم 8، اشرب ميه كتير. فكك من نصايح اشرب لتر ونص ولترين في اليوم، دي اشرب على الاقل 4 أو 5 لتر ميه كل يوم. طول ما انت في البيت خلي الازازه جنبك واشرب، واول ما تخلص روح املاها تاني. ولو ما بتحبش طعم الميه لاي سبب من الاسباب ممكن تعصر عليها ليمونتين او 3. الليمون سعراته لا تذكر. رقم 9، استخدم سكر دايت. في ناس كتير فاكره ان السكر الدايت فيه تضحيه او في حاجه ناقصه عن السكر العادي، وده مش حقيقي. السكر الدايت بيحلي الاكل والمشروبات زي السكر العادي ويمكن اكتر. عندك انواع كتير في السوق، ستيفيا وسويتال وانواع ارخص، هات اللي يعجبك. وانا شخصيا بستخدم شوجر ماتش. المكون الاساسي ليه هو الاسبرتام، اللي بالمناسبه مفيش اي دليل علمي محترم حتى الان بيقول ان هو كارسينوجينيك او مضر باي شكل من الاشكال. لو الموضوع ده وفر عليك 200 كالوري في اليوم من السكر اللي بتحطه في الشاي او القهوه، فده تغيير كويس جدا وهيبقى ليه نتائج كبيره على المدى البعيد. واجمل حاجه ان التغيير ده هيبقى من غير ما تبذل اي مجهود. والموضوع مش مقتصر على المشروبات. لو بتعمل رز بلبن في البيت مثلا، بدل ما تستخدم السكر العادي استخدم سكر دايت، هيوفر عليك سعرات كتير جدا. كمان المشروبات الغازيه، لو انت مدمن بيبسي او 7، طبعا التغيير المثالي انك تبطلها خالص. بس خلينا على ارض الواقع، احنا محتاجين اي تقدم حتى لو كان صغير. بدل ما تطلع كنز بيبسي من التلاجة، بص في التلاجة اللي جنبها هتلاقي كنز بيبسي دايت او 7 فري او كوكاكولا زيرو، نفس الطعم من غير سعرات. يبقى ليه لا؟ متخيل الفرق اللي هيحصل في جسمك وصحتك لو بدلت ال3 لتر بيبسي اللي بتشربهم كل يوم بيبسي دايت؟ انت فعلا هتخس من غير ما تحس. رقم 10، خلي اولويتك للبروتين بغض النظر عن حالتك الماديه. انا ما طلبتش منك عدد جرامات معين، انا بقول لما يكون البروتين متوفر لازم يبقى ليه الاولويه في اكلك. يعني كل طبق السلطه وخلص نصيبك من الفراخ الاول، وبعد كده شوف لسان العصفور. ابدا فطارك بالجبنه مش الفول، بدل ما تسناك على فول سوداني وبلح اسناك على بيضه او بيضتين. حاول على قد امكانياتك تزود البروتين وتقلل اي حاجه تانية. ولو ميزانيتك ما تسمحش بالفراخ او البيض، يا ريت تفكر في الجبنه القريش، انا بستخدمها كتير جدا وبتوفر عليا فلوس كتير قوي. رقم 11، امشي. مش بقول لك روح الجيم او العب كارديو او انزل اجري في الشارع او اي حاجه من دول، الحاجات دي هتحتاج منك مجهود، وانا بقول لك هتخس من غير ما تحس. انا كل اللي عايزه منك انك تمشي. لو عندك عربيه اركنها بعيد شويه، شارعين مثلا بعيد عن البيت او الشغل. صلي في جامع بعيد عن البيت. امشي في مشاويرك القريبه، مش لازم كل حاجه تركب لها مواصله. لو هتعمل مكالمه طويله نص ساعه مثلا، ما تعملهاش وانت قاعد، انزل اتمشى في الشارع وانت بتتكلم. مش هتقدر تنزل، خلاص اتمشى في البيت، ايه المشكله؟ خد البيت رايح جاي، مش هتحس بالوقت. وانت فاتح يوتيوب وبتتفرج على فيديوهات على الموبايل، ليه بتتفرج وانت قاعد؟ قوم امشي في البيت واحرق سعرات. قوم دلوقتي وانت بتتفرج عليا البس هاند فري وخد لك كام لفه في البيت. انا مش عايز منك غير 10000 خطوه في اليوم، هيحرقوا متوسط 350 كالوري. لو التزمت بيهم فتره كافيه هتلاقي نفسك بتخس من غير ما تغير اي حاجه في اكلك. وعلى فكره 10000 مش رقم كبير، وبعد ما توصل وتتعود عليه شويه هنحاول نعليه ل 15000 ان شاء الله. رقم 12، عايزك تبقى عارف ومقتنع ان التغييرات الصغيره والعادات البسيطه في يومك هي اللي هتوصلك لهدف الكبير. انت ممكن تعمل دايت قاسي وتلتزم بيه اسبوعين وتخس فعلا، لكن اول ما تخلص تبوظ كل حاجه وترجع تتخن تاني. لو رجعت لعادات اكلك القديمه هترجع لوزنك القديم، وده شيء منطقي ومش غريب في حاجه. انا مش طالب منك كتير، انا طالب تغييرات بسيطه جدا مش هتحس بيها في يومك، مش هتغير حاجه، مش هتفرق معاك، لكن هيبقى ليها اثر على المدى البعيد. ودايما خليك فاكر ان الكل مجموع الاجزاء، وانك ما تقدرش تخس 20 كيلو غير بطريقه واحده، وهي انك تخسهم كيلو كيلو، او بمعنى اصح تخسهم جرام جرام. اخيرا لو نويت تروح الجيم وتبدا تتمرن، عايزك تتفرج على الفيديو ده اللي بقول لك فيه على حاجات كان نفسي اعرفها قبل ما ابدا تمرين. ما تقعش في نفس اخطائي وخليك انت احسن. هسيب لك لينك الفيديو تحت في الوصف. ده كان فيديو النهارده اتكلمنا فيه عن ازاي تخس او تنزل وزنك من غير ما تعمل مجهود كبير او من غير ما تعيش في جحيم الحرمان. لو استفدت منه اي حاجه يا ريت تعمل لايك للفيديو وتكتب لي رايك في كومنت، ولو مهتم بالمحتوى بتاعي يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.